النهارده مجلس الأمن الدولي أصدر قرار بوقف إطلاق النار في غزة أخيرا بعد 5 شهور من الحرب. خد هنا راح فين؟ أنت بتجري، أنت خدت الخبر كده وطلعت تجري. افهم الأول، وقف إطلاق النار ده في خلال شهر رمضان بس، اللي هو فاضل فيه تقريبا 15 يوم يعني. الناس يعني صعب عليهم من الفلسطينيين يموتوا وهم صايمين، يعني عايزين الناس تبقى تموت والمجازر تشتغل بس بعد ما يخلصوا يعني صيام، يعني يبقى هم بياكلوا ويشربوا عادي عشان ما تبقاش ميت ونفسك في حاجة يعني كل الشهور اللي فاتت دي ما كفهمش، فيقول لك يعني اديهم فترة يعني يلتقطوا الأنفاس يعني. خصوصا ان قرار مجلس الامن ما بيلزمش اسرائيل غير بشهر رمضان بس، يعني اسرائيل عادي ممكن ترجع تاني بعد شهر رمضان انها ترتكب مذابح والمجازر وكل حاجة كانت بتعملها ترجع تاني تعملها مرة تانية، ما فيش مشكلة. بس هي الفكرة بس يعني سيبوهم شهر رمضان يعني. طب ايه اللي حصل؟ في امريكا كانت عايزة تصدر قرار برضه بوقف اطلاق النار، وروسيا والصين استخدموا حق النقض الفيتو. ايه الجديد يعني؟ الفرق حضرتك ان امريكا كانت عايزة تربط ما بين وقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن، يعني ان عشان يتم الموافقة على وقف اطلاق النار المقابل ان حماس تفرج عن كل الرهائن اللي هي واخداها. ده الفرق، عشان كده روسيا والصين استخدموا حق النقد الفيتو. لكن ورغم ذلك برضو مجلس الامن الدولي ما قدرش انه يطلع قرار بالوقف الدائم لوقف اطلاق النار وبدء في مفاوضات وتبادل الرهائن بين الاثنين. لكن للاسف واضح جدا ان الغرب وامريكا مسيطرين تماما على مجلس الامن، وحتى الدول الكبرى اللي موجودة فيه زي روسيا والصين ما هياش قادرة برضو تاخد قرار بوقف اطلاق نار دائم في غزة.